صباح الفل والهنا والخيرات، واهلا بكم في قناة منوعات ام هنا. النهاردة فيديو جديد وهنتكلم عن تنسيق غرفة المعيشة مع التلفزيون، وهنشرح كيف تخلي منطقة التلفزيون منظر ديكوري رائع. اهلا بكم في القناة، ولا تنسوا تشتركوا في القناة اذا عجبكم الفيديو وحسيتوا انه مفيد، وما تنسوش تحطوا اللايك وتشاركوا مع اصحابكم. دلوقتي هنتكلم عن اول شيء في الاساسيات. قد نسيء اختيار مكان التلفزيون، فلازم نتخلص من الزاوية المعتمة اللي بنحط فيها التلفزيون من كركبة واسلاك. والنهاردة هنشرح ازاي نخلي منطقة التلفزيون منطقة مريحة. فاول شيء بالاساسيات ان احنا ازاي نختار احسن مكان للتلفزيون. احيانا كتير بنحط التلفزيون في اوضاع غلط، لو عالي بيوجع رقبتنا بالزاوية ومحدش يقدر يشوفه، واسوأ شيء انه يتحط امام النافذة او الشباك. فلازم نختار المكان الصحيح للتلفزيون، لانه كل شيء من فرش وديكور بيعتمد على مكان التلفزيون. فلازم التلفزيون يكون واضح من كل الزوايا، ما نحطوش في مكان يخلي الناس يميلوا عشان يشوفوه، وما يكونش امامه اعمدة او اي حاجة تمنعهم من الرؤية. تاني حاجة لازم نراعيها المسافة، فلازم تكون في مسافة مشاهدة مريحة. فالمسافة بين المتفرج وبين الشاشة ما بين 1.5 ل2.5 متر. وبالنسبة للارتفاع لازم الشاشة تكون على مستوى العين وتكون مرتاحة. يعني مش بنحني راسنا لفوق ولا نحني رقبتنا لأسفل. وتجنبي الانعكاسات، فأسوأ مكان للتلفزيون أمام الشباك أو الحائط المواجه للشباك، لأن الإضاءة بتعمل انعكاسات مزعجة. والحل الأمثل هو نحط التلفزيون على الحائط المتعامد مع الشباك، أو بنختار ستاير معتمة أو شاشة فيها تقنية مضاءة للانعكاسات. وبالنسبة لتوزيع الفرش، فتوزيع الفرش لازم يكون فيه مساحة للحركة، ولازم يكون الوضع مش حشو خلاص ومكركب، لازم يكون منظم. فالمفروض التلفزيون يكون بالمركز، وكل الكراسي والكنب تكون موجهة عليه، بحيث ان اي شخص بيقعد يقدر يتفرج بسهولة وراحة. وبرضو راعي اختيار ترابيزة التلفزيون، لازم نعمل حساب حجمها، فلابد ان تكون اعرض من الشاشة عشان نعمل توازن بصري. ولازم يكون فيها مساحة تخزينية عشان نحط فيها الأجهزة الإلكترونية وكل الأغراض بطريقة مخفية، لا بقى نلاقي كابلات طالعة ولا أي شيء خارج، حتى لا يعطي شعور بالفوضى. ولازم نخلي بالنا من الموديل والتصميم عشان يكمل
ديكور البيت. فترابيزة التلفزيون برضو تحت التلفزيون بتكمل الديكور، ولازم تكون مكملة لديكور البيت وملائمة لألوان غرفة المعيشة وللحيطان، وتكون سعة تخزينية كويسة فيها ظرف وأدراج، وممكن نحط عليها انتيكات ونباتات ديكورية عشان تدي منظر بصري رائع مع غرفة المعيشة. وفي سؤال بقى بيكرر، ازاي نخلي حيطة التلفزيون جذابة وشكلها أنيق؟ ممكن بطرق مختلفة. ممكن نغطي الحيطة بألواح خشبية بتدي لمسة دافية وفخمة للغرفة، ولما بتكون الخلفية خشبية بيكون الفرق بين التلفزيون والحيطة أقل، فما نحسش ان الشاشة دخيلة على الغرفة. او في طريقة تانية برضو بنستخدم ورق الحائط، ولكن في نصيحة هنا نبعد عن التصاميم الصاخبة اللي بيها نقوش ورسومات، لان هي بتعمل تشويش بصري لما نيجي نتفرج على التلفزيون. ممكن نحط ورق حائط بملمس الخشب، ده ما بيكونش مزعج او يشتت النظر، وممكن عمل اطارات للجدران، وممكن نحط اضاءة خلفية ورا اللوحة ورا شاشة التلفزيون بتدي شياكة، وممكن اعمل مكتبة في جنب التلفزيون عشان اوزع عليها الانتيكات والنباتات. وبالنسبة للإضاءة، إذا كنت بتحبي البساطة فضيفي إضاءة مخفية وراء التلفزيون أو حول الأساس. أي إضاءة حول التلفزيون زي مثلا الإضاءة المخفية مع الموبيليا بتخلي العين بتنجذب أكتر. وممكن تحطي الإضاءة في الخزانات أو في الأبواب المتحركة. ولما بتثبتي كل شيء على الحيطة، يعني مثلا بتعلقي التلفزيون والترابيزة اللي تحت التلفزيون على الحيطة، بتوفر مساحة على الأرض وبتخلي الغرفة تبان أوسع، خاصة لو كانت الغرفة صغيرة. كمان بيدي منظر أنظف ومرتب أكتر، لأن الكابلات والملحقات بتكون مخفية، وده بيعمل جو أنيق ومنظم، خاصة عند الناس اللي بتحب ستايل المينيماليست، وغير انه بيعمل شكل حلو بيحسن الرؤية، لان التلفزيون بيبقى في المستوى اللي بيناسبكم ويريحكم اكتر. والطريقة دي امنة، خاصة لو كان عندكم اطفال صغيرين او حيوانات بالبيت. وكمان التنظيف بيبقى اسهل بكتير. ولو قررتم ان انتوا تركبوا التلفزيون على الحيطة، لازم تنتبهوا للنقطة دي، هو انكم تختاروا حامل يخلي الشاشة قريبة على الحائط عشان تبقى مندمجة مع الحائط اكتر، فيبان المنظر اشيك وارتب من ان تبان الشاشة طالعة مايلة لقدام، فبيبين ان الشاشة ممكن تقع. وكل ما كانت الشاشة عمودية كان المنظر انضف وارتب.
وممكن زي ما احنا شايفين اضيف على الوحدة بتاعة التلفزيون زهرية او كتب مع كام قطعة حلوة. ولو عندكم رفوف مفتوحة سواء مدمجة في الحيطة او معلقة ممكن نستخدمها ان احنا نحط عليها نباتات او تحف او اي قطعة بنستعملها يوميا، وما نكترش من الاكسسوارات عشان ما تعملش فوضى. حاجة بسيطة كده رقيقة بتدي منظر جميل. وبنستخدم نفس الالوان الموجودة في باقي الغرفة. فممكن نحط صينية خشبية كديكور، او اذا كانت الاضاءة بلون ذهبي ممكن نحط على ترابيزة التلفزيون قطعة ديكور صغيرة بنفس اللون بجانب التلفزيون. ده بيجعل الجو متجانس اكتر. لو كنتوا بتحبوا اي لون في البيت ممكن نحط الورود بنفس اللون عشان نربط المساحات ببعض بشكل حلو. وطبعا الكابلات الزهرة حوالين التلفزيون دي بتشوه المنظر وهي مكركبة، والحل بيبقى فيه علب بتلزق على الحيطة ونمرر الكابلات من خلالها، وممكن ندهنها بلون الحائط. ده حل سهل ورخيص وبيعمل فرق كبير. وممكن نمرر الكابلات بقلب الحائط من جبسن بورد، وده الحل بيحتاج شوية شغل بس النتيجة رهيبة ولابد من حد مختص. لو عجبكم الفيديو استفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، والى اللقاء وباي باي.